تعالوا يا جماعة نشوف المكرونة اللي غرقانة في الصلصة ولونها أحمر وخطير اللي بتبقى موجودة في المطاعم وبنستغرب ازاي حمرا اوي كده. هي دي بقى المكرونة بتاعتنا اللي هنعملها النهاردة، بجد غرقانة في الصلصة وبكمية الصلصة عادي اللي احنا بنعملها. تعالوا نشوف. أول حاجة حلة فيها مية وهننزل عليها بمعلقة ملح وشوية زيت طبعا علشان المكرونة متلزقش مننا. هنسيبها تغلي وفي حلة هنحط معلقتين من السمنة ولما تقدح هننزل عليها ببصلاية كده متخرطة وننزل عليهم بمعلقة من الفلفل الأسمر ونبتدي ان احنا ندوب الحاجات دي كلها. الفلفل الأسمر يا جماعة بيدي ريحة الأكل بتاع زمان كده لما نحطه على أي حاجة بنشوحها، الشعرية أو البصل أو الحاجات دي. وهنا أنا بدي المكرونة طبعا قلبة، لازم نقلبها كده من فترة للتانية، ولازم البصل بتاع الصلصة يبقى بني خالص كده علشان هيدي لون للصلصة جميل. وانزل عليها بمعلقتين من معجون الصلصة وابتدي ادوبهم وانزل بمكعب من المرقة واقلب كل ده في بعض لغاية ما الصلصة تبتدي تاخد من لون السمنة وتحمر كده معايا. بعد ما الصلصة هتاخد اللون كده وتبتدي ان هي تتسبك في السمنة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، شايفين اللون، شايفين الجمال، هنزل عليها بقى بعصير الطماطم بتاعي اللي انا بستخدمه عادي على اي مكرونة، واديهم قلبة كده علشان المكونات تدخل في بعضها. افضل اقلب بقى بالشكل ده وبعدين هنزل بمعلقة كبيرة من الملح وهنزل بمعلقة من السبع بهارات، طبعا بتدي الصلصة طعم خطير. وهنزل شوية صغيرة بس من الخل عشان برضو الخل بيفرق جامد في الطعم، لازم اضيف خل. هنزل بربع معلقة من الكمون وهنزل بمعلقة من الكاري، كل ده بيدي المكرونة طعم خطير. وابتدي بقى ان انا اقلب كل ده واسيب الصلصة تتسبك. صلصة المكرونة تحب تاخد راحتها في التسبيك، نحب نسبكها جامد او نسيبها تتسبك جامد. التركاية بقى اللي احنا هنعملها في حلة هننزل بسمنة وبعدين معجون من الصلصة ونبتدي كده ان احنا ندوبه، وهننزل كمان بمعلقة من البابريكا علشان اللون يحمر كده معانا ويبقى خطير. هنبتدي بقى ان احنا نقلبهم كده في السمنة، شايفين ابتدوا ياخدوا لون احمر كده نبيتي حلو قوي. دي برضو تركاية خطيرة لازم تعملوها في المكرونة هتفرق جامد. وبعد ما تتسبك كده هنزل عليها بنص حلة الصلصة اللي احنا عملناها مش بيها كلها، وهنزل عليهم بالمكرونة كلها. ابتدي بقى ان انا احط على باقي الصلصة بتاعتي رشة من الفلفل الاسمر كده على الوش وما اقلبهاش، وبعدين هقلب المكرونة في شوية الصلصة اللي انا حطيتهم. شايفين حطيت نص الحلة والمكرونة غرقانة من الصلصة ولونها جميل. هنزل بقى بباقي الصلصة وشوفوا بقى كمية الصلصة مع اننا استخدمنا 4 أو 3 طماطميات بس. شوفوا يا جماعة المكرونة غرقانة في الصلصة وشكلها جميل وحمرا وخطيرة وطعمها أصلا لوحده حكاية. لازم تجربوها بالطريقة دي، طريقة جديدة وهتفرق جدا. أنا بقى عملتها جنب شوية كبدة بانيه كده، شايفين الجمال والطعم وهم واللون حكاية كمان عن في الحقيقة عن الفيديو. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو انكم تعملولي لايك وسبسكرايب واستنوني في كل جديد. باي باي.